بطاقتين تأهيل في كل وزن. كنا يعني عسكرنا بشكل جيد. احتكاك مع أبطال إيرانيين وخطة للجامعة الملكية المغربية في شراكة مع الاتحاد الإيراني. نعم. هي اللي سمحت أنه المصارعة المغربية تضع البصمة ديالها في الدورة الترشيحية بالجزائر. الحمد لله أهلنا 3 مصارعين، والطريق إن شاء الله دائما نحو الأحسن. نعم زياد، قد يلاحظ المشاهد الكريم اللكنة التونسية أنت مغربي أبا عن جد، لكن شاركت في مرحلة معينة مع المنتخب التونسي. كيف كان التحول إلى المنتخب البلد الأم المغرب؟ طبعا والدي مهاجران في مغربي الأصل، لكن مهاجران في تونس. نعم. بصفة طبيعية وجدت نفسي في المنظومة التونسية. نعم. لعبت بألوان المنتخب التونسي طيلة 9 سنوات، لكن دائما كانت الرغبة في حمل الراية الأم اللي هي الراية المغربية العزيزة. استغليت وجود سيدنا الله ينصره في تونس سنة 2014، والتحقت بالقنصلية التونسية في القنصلية المغربية في تونس. أخذت جواز السفر طبعا، واتصلت بالسيد فؤاد مسكوت رئيس الجامعة الملكية للمصارعة. طلب مني شيء الوحيد: كيف أبرهن على مغربيتي وكيف أبرهن على أني فعلا دمي مغربي. نعم. جاوبته بشيء وحيد، اللي هو أنه نهائي 2004 في كرة القدم كأس أفريقيا في تونس كنت من أول المشجعين إلى المنتخب المغربي. نعم. وفي هذه الكأس الأفريقية بعدها التحقت بالمغرب، وشكرا لكل التسهيلات اللي طرات لي باش نهز الراية المغربية العزيزة. وخير برهان التأهل الأخير إلى الألعاب الأولمبية. واجهت أسماء قوية، نتحدث هنا عن المدرسة المصرية، ونعرف أن المدرسة المصرية والقوة ديالها على مستوى رياضة المصارعة. أيضا اسم جزائري الذي كان يلعب بين جمهوره وعلى أرضه، وأيضا كان هنالك مصارع تونسي. كيف كانت المسابقة يعني في الشق التقني؟ كما نعرفوا المصارعة المصرية يعني أنجبت أبطال أولمبيين وأبطال عالم، مما يجعل المستوى المصري مستوى عالمي. نحن نتابع الآن صور لإحدى النهائيات نعم بالجزائر، وإحدى النزالات لك زياد. النزال هذا يعني أمام الجزائري وفي الجزائر بحضور جمهوره، كان له يعني تأثير سلبي نوعا ما على التركيز ديالي، لكن الحمد لله يعني اجتزته، لأني ليست المرة الأولى اللي أقع في هذا الجو ديال ستريس، والجمهور تلعب ضد مصارع في بلاده.